ليس من الذوق ولا من الحس بل ولا من المروءة أن يتبجح الإنسان على الناس بما يفتقدون، بما حرموا منه، خصوصا إذا اتسعت الفجوة، لأن هذا فيه استفزاز، فيه الشماتة مقنعة. يجب أن نعلم أن الناس يتسلون بمصائب بعضهم البعض. أول ما يحتاجه المتألم ليطمئن هو الشعور أنه ليس لوحده في الألم، أن شركاء كثر، المشاركة فيها مواساة. على قول خنسة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فنحتاج استشعار هذا المعنى، مراعاة أحوال الآخرين واحترام آلامهم من الأدب ومن الرقي. لهذا تشوفون في المقبرة الابتسامة اللي هي من علامات اللطف تصبح من علامات القسوة، لأنها استخفاف بالفقد واستفزاز للألم. والابتئاس اللي هو من علامات الجفاء يصبح من علامات اللطف ودليل على المروءة، لأنه مشاركة في الألم، يتألم يتوجع معك. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فلا تستفز أحزان الآخرين، ولا تعتقد أن سعادتك تحزنهم، لا، سعادتك تذكرهم أنهم تعاسى فيحزنون على أنفسهم. تعرف اللي تخليه يرحم نفسه هذه. كم واحد قلبه من الوقت مكسور، الناس كاسرهم زمنهم بدونك، دار النفوس بلطف وإحساس وشعور، استلطف العالم ويستلطفونك، وإن جيت معهم لا يحسون بقصور، ثم يكرهون أنفسهم ويكرهونك. حتى لو صادفت اللي عيونهم عور حاول تغمض واحدة من عيونك.